السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام أينما كنتم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في هذه الإطلالة الخفيفة التي سوف نناقش فيها مسار وليد الركراكي مع المنتخب الوطني المغربي منذ توليه منصب القيادة سنة 2022 بقطر حتى 2025 بالكأس الإفريقية التي أقيمت بالمملكة المغربية الشريفة. دعونا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى خير البشرية جمعاء. الجامعة الملكية تعطلت في هذه المرة، يعني بقي ما عندناش واش وليد الركراكي مستمر مع المنتخب المغربي أو لا. يعني بفاصح العبارة في سنة 2023 عندما خرج وليد الركراكي من الدور الثاني أمام المنتخب جنوب أفريقيا، أمام جنوب أفريقيا، وآنذاك مدربه هو غوربوس باثنان مقابل لا شيء. بعجالة عقدت الجامعة الملكية المغربية مع وليد الركراكي. يعني ماذا استفدنا من هذه الدورة؟ وكانت ثناء على وليد الركراكي وبقى مستمرا مع المنتخب المغربي، ولكن بشرطين أساسيين. الشرط الأول هو التتويج بكأس أفريقيا 2025 التي انتهت يوم 18 يناير بالمملكة المغربية، وكان بطلها هو منتخب السنغال، وكان وليد الركراكي هو الوصيف. والشرط الثاني هو التأهل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مونديال 26. يعني هل الجامعة الملكية المغربية لا زالت مستمرة أو لا زالت تحافظ على إطارها الوطني وليد الركراكي مستمرا مع المنتخب الوطني المغربي الأول أم لا؟ مجموعة من المعطيات ومجموعة من الغلافات يعني تحول الشكوك. هل وليد الركراكي سيغادر؟ هل وليد الركراكي سوف يستمر مع المنتخب؟ هل هناك طارق سكيتيوي؟ هل هناك السيد محمد وهبي الفائز بكأس العالم للشباب بالتشيلي؟ في هذه الحلقة سوف نناقش ما هو المدرب الأصلح والأجدر للمنتخب الوطني المغربي. يعني أنا إذا سولتيني قلت لي واش بغيتي وليد الركراكي يبقى، نقول لك لا، مع كامل احتراماتي السي وليد الركراكي، مع كامل احترامات الأطر الوطنية كاملة، لا السي وهبي ولا السي طارق سكيتيوي ولا السي عموته ولا السي شيبة، ويعني الأطر كاملة المغربية مع احتراماتي لها. هذه الظرفية في هذه الحالة المغرب محتاج إلى مدرب أجنبي، مدرب أجنبي من طينة المدربين الكبار. وهذا المدرب هو يعني أنا كنحلم وكنشوف وكنتمنى أن لويس إنريكي يكون هو المدرب المنتخب المغربي، يعني ويكون هو القائد السفينة المنتخب المغربي في مونديال 26. أتقول لي علاش وغنجاوبك بكامل العبارة. قبل ما ندخلوا للموضوع ديال لويس إنريكي المدرب الإسباني اللي هو مدرب حالي ديال باريس سان جيرمان في فرنسا، أولا إلا جبنا طارق سكيتيوي مدرب المنتخب المغربي غنكونوا قصينا واحد على واحد، يعني بحال غنقولوا بدلنا كعب غزال بالحلوى، اولا بدلنا الحلوى بكعب الغزال، يعني نفس النهج تقريبا، نفس التكتيك، نفس العقليه، نفس الاسلوب. وهبي ما غاديش يكون مدرب المنتخب، انا نقول لك علاش. لان وهبي مستمر مع المنتخب الاولمبي، لان هاد الوليدات اللي توج معاهم في التشيلي 2030 في 2025 في كأس العالم، هما اللي يكونوا اللاعبين ديال 2030 مونديال اللي غيتقام بالمغرب واسبانيا والبرتغال. وغنقول لك علاش حيدو طارق سكيتيوي كان مدرب الاولمبي وداروا في بلاصتو مدرب محمد وهبي، لانه هو اللي غادي يعني بلي كاتيجوري اللي لعبوا معاه في الاول، يعني هما اللي غيكونوا اولمبيين اللي عتجي، وباش من تما غيكونوا هما النواه المنتخب ديال 2030 ان شاء الله. يعني بصراحه العباره سكيتيوي هو مدرب محنك، اطار يعني قاد منتخب الرديف في قطر بالفوز بكأس العرب، قاد المنتخب الشان مرتان مرة واحدة بكأس الشان، وقاد المنتخب المغربي في الأولمبياد وحصل على المركز الثالث البرونزية.
لقد حين فاز على المنتخب المصري بسداسية وأنتم تتذكرون تلك المباراة. يعني لويس إنريكي مدرب كما قلنا في السابق على أنه مدرب محنك من طينة الكبار. أنا أقول لك علاش. عثمان ديمبيلي بالنسبة لي قبل ما يجي إنريكي لباريس سان جيرمان كانت المسيرة ديالو يعني على اعتاد يعني الانتهاء، يعني كانت سالات المسيرة ديالو. أحيا ديمبيلي وأحيا أشرف حكيمي اللي ما كناش كنشوفوا أشرف حكيمي بهذيك الطراوة البدنية وهذيك الأداء الخرافي اللي مع باريس سان جيرمان، هذيك الحرية، هذيك يعني اللعب النقي. عثمان ديمبيلي تحصل على كرة ذهبية مع لويس إنريكي في باريس سان جيرمان، ما عمره كان غيحلم به. وأشرف حكيمي تحصل على البالون دور الإفريقي مع لويس إنريكي. يعني كيخرج لك نجم من العدم، مع ان ناصر الخليفي جاب لاعبين كبار دي ماريا وراموس ميسي نيمار، يعني مجموعه من اللاعبين باش يفوز بالتشامبيونز. ولكن باريس سان جيرمان ما كانش خصها لاعبين، باريس سان جيرمان كان خصها مدرب بحال لويس انريكي، لانه مدرب محنك، مدرب اللي كيلعب بواحد الضغط عالي. حنا ما عندناش المدرب المغربي اللي كيلعب بضغط عالي، ما عندناش المدرب اللي كيزعم، اللي كيخرج كرة من الوسط وكيمشي بها للهجوم. ما عندناش. عندنا المدربين كاملين بهم تقريبا فلسفه وحده كيسدوا، ما كيلعبوش بهذيك الريتم، يعني بهذيك الزعامه الزايده. انريكي كيلعب بالزعامه الزايده في الشامبيونز، كيلعب بالزعامه الزايده. ملي كان مع المنتخب الاسباني لعب بالزعامه الزايده. تقول لي لا انريكي راه ربح الركراكي في المونديال، نقول لك لا، راه انريكي كان قريب يربح الركراكي، لان راه ضربوا 3 البارات الى عاودتي الماتش مع المنتخب الاسباني ضد المنتخب المغربي في قطر 2022. اي سرابيه ضرب برا وحده كما قال الركراكي، دير النيه وغضرب برا وتخرج تما باش قال هذيك الهضره. هاد الهضره اللي قلت لكم انا ماشي كنقول على ان راه الجامعه خصها تجيب انريكي، هذا مجرد راي ديالي، مجرد نظره ديالي، مجرد فكره ديالي، مجرد متمنيات ديالي. انا ما لاعب كره القدم، ما محلل، انا ربما ما حتى حاجه، ما عندي الدرايه بالكره كنظره. كندير كاس ذاتي وكنجلس وكنشوف وكنعرف الخلل وكنعرف يعني نقاط الضعف ديال الفريق، ولا نقاط ضعف المدرب، ولا نقاط ضعف ديال المجموعه كامله. لان كره القدم راه ماشي ضروري تلعبها باش تعرفها. كره القدم راها لعبه فنيه، ماشي ضروري تلعب كره القدم باش تفهم ولا تعطي الراي ديالك. خصك تعرف كره القدم على انها فن، الرياضه فن. ربما يمشي تشوفها ديالك تقدر تعطي الراي ديالك ويكون الراي ديالك صائب. هذا رايي ديالي انا بوحدي، انا عارف 99.99 ما غادي يتفاهموا معايا، ولكن هذا رايي ديالي صائب. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ارى لويس انريكي مدرب المنتخب المغربي. وتحياتي لكم، شكرا لكم على المتابعه.